ومن قال حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إذا أصبح 7 فإنه في كفاية الله عز وجل. وهكذا إذا قالها إذا أمسى فهي براءة من كل شيء سوى الله عز وجل وتفويض للأمر كله لله سبحانه وتعالى. حسبنا كافينا، وهذا هو التوحيد، أن العبد لا يلتجئ إلا إلى الله ولا يضرع إلا إلى الله ولا يفتقر إلا إلى الله، وقد أغنى الله عن غيره ولم يغن غيره عنه سبحانه وتعالى. فمن استغنى بالله أغناه، ومن استكفى بالله كفاه، ومن التجأ إلى الله حماه ووقاه. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا في الدنيا وحسبنا في الآخرة. اللهم أنت حسبنا في الأمور وحسبنا في الدنيا في جميع الأمور، وحسبنا عند مماتنا وفي ضيق القبور، وحسبنا في حشرنا يوم البعث والنشور، وحسبنا لا حسيب لنا سواك إله الأولين والآخرين، على كل تقصير منا وعلى كل إساءة وعلى كل تفريط